فاكرين محطة مترو شبرا؟ المكان اللي كل يوم بيمر منه آلاف الناس. زحمة، صوت قطارات، ناس داخلة وناس خارجة، كل حاجة باينة طبيعية جدا، لدرجة إن محدش بيقف يسأل نفسه إيه اللي تحت رجله. لكن الحقيقة إن تحت الأرض في باب متقفل بقاله سنين، باب محدش بيقرب منه، واللي حاول يقرب عمره ما رجع يحكي. القصة بدأت من زمان، قبل ما المترو يتبني بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. كان في نفق قديم تحت المنطقة، نفق جزء من شبكة أنفاق أقدم، محدش عارف اتبنت امتى بالظبط ولا اتبنت ليه. بعض الناس قالت إنها كانت للصيانة، ناس تانية قالت إنها كانت ممرات قديمة تحت القاهرة. لكن الحقيقة الوحيدة المؤكدة إن النفق ده اتقفل فجأة ومن غير مقدمات. الأمن طلع وقتها بيان بسيط، قال إن الجدران بقت متهالكة وإن الدخول خطر وإنه تم إغلاقه حرصاً على سلامة الناس. كلام منطقي صح، لكن المشكلة إن محدش شاف التهالك ده، ولا حد شاف إصلاحات، ولا حتى حد شاف حد بيشتغل هناك. والأغرب إن بعد ما الباب اتقفل بدأت الحكايات. أهالي المنطقة اللي عايشين جنب المحطة من سنين بدأوا يسمعوا أصوات غريبة، مش مرة ولا اتنين، كل ليلة تقريباً بعد نص الليل بالظبط. في الأول الصوت كان خافت، كأنه هوا داخل في مواسير أو صوت إطار بعيد، لكن مع الوقت بقى أوضح، بقى صراخ، صوت ناس كتير بتصرخ في نفس الوقت، استغاثة، ألم، رعب، كأن حد بيتعذب أو كأنهم محبوسين وعايزين يخرجوا. وفي كل مرة الصوت يظهر كان في حاجة تانية بتحصل. كلاب الشارع كانت بتتجمع قدام باب المترو وتقف في صف واحد وتبص ناحية الباب المقفول وتبدأ تعوي. مش عواء عادي، لأ، عواء طويل مليان خوف، كأنها شايفة حاجة إحنا مش شايفينها. ناس كتير حاولت تفسر، قالوا يمكن موجات صوت أو صدى أو حتى أوهام، لكن في حاجة واحدة محدش قدر يفسرها، إن الصوت أحياناً بيكون واضح جداً، كأنه جاي من تحت رجليك بالظبط، كأن في حد تحتك بيخبط وبينادي عليك. مرت السنين والموضوع بقى حكاية من حكايات المنطقة، الناس الكبيرة بتحكيه والشباب يضحك لحد ما يظهر حد يقرر يثبت الحقيقة. الحد ده كان اسمه ياسر. ياسر شاب عادي في العشرينات، معروف عنه إنه مش بيخاف وبيحب يجرب كل حاجة بنفسه، مش بيصدق إلام الناس، ودايما يقول مفيش حاجة اسمها رعب، كل وهم. في ليلة كان قاعد مع صحابه والموضوع اتفتح. واحد قال أنا سمعت الصراخ بنفسي، التاني قال أنا شفت الكلاب وهي بتعوي قدام الباب. ياسر فضل ساكت شوية وبعدين ضحك وقال أنا هكشف السر اللي محدش راضي يقوله. الصحاب حاولوا يمنعوه، قالوا له الموضوع مش هزار، لكنه كان مقرر. تاني يوم جهز نفسه، جاب كاميرا صغيرة وثبتها على صدره علشان يسجل كل حاجة، وساب موبايله مع صاحبه وقال له لو مرجعتش افتح التسجيل. الساعة كانت 12:30 بعد المغرب، المحطة شبه فاضية، الإضاءة بتغمض وصوت القطار بعيد، المكان كله فيه إحساس غريب، كأن فيه حاجة مش مظبوطة. ياسر نزل السلم خطوة ورا خطوة، صوت رجله وهو بيخبط في الأرض كان عالي بشكل غريب، كأن المكان ساكت زيادة عن اللزوم. وصل للجزء المهجور لحد ما وقف قدام الباب، باب حديد قديم عليه طبقات صدأ والسلسلة ملفوفة عليه. وقف لحظة وبص حواليه كأن حد بيراقبه، وبعدين مد إيده وشد السلسلة ووقعت بسهولة. ساعتها أول حاجة حس بيها كانت البرودة، هوا ساقع قوي طالع من جوه، كأنه نفس، كأن النفق نفسه بيتنفس. ياسر بلع ريقه بس دخل. أول خطوة جوه حس إن الصوت اختفى. المحطة بره كان ليها صوت حتى لو خفيف، لكن هنا مفيش أي حاجة، صمت كامل. الضلمة كانت تقيلة كأنها مادة مش مجرد غياب نور. الكاميرا بدأت تشوش والإضاءة بتاعت الكشاف كانت بترتعش. الأرض كانت رطبة وكل خطوة بتعمل صوت غريب، صدى لكن مش طبيعي، كأن الصوت بيرجع متأخر. الحيطان
كانت مليانة خدوش، مش خدوش عشوائية، لأ، كانت خطوط طويلة كأن حد بيحاول يطلع أو بيحكوا الحيطة بإيده بعنف. ياسر وقف وقرب الكشاف ولقى حاجة أصعب، آثار إيدين مطبوعة على الفيطة، مش إيد واحدة، لأ، عشرات يمكن مئات، كأن ناس كتير كانت هنا وكلهم حاولوا يمسكوا الحيطة أو يخبطوا عليها. وفجأة الصوت رجع، الحقنا. ياسر اتجمد مكانه، بص حواليه بسرعة وقال بصوت عالي: مين؟ مفيش رد، بس الصوت رجع أقرب، أوضح: ما تسيبناش. صوت أكتر من شخص كأنهم بيتكلموا في نفس الوقت بس بنفس الجملة. ياسر بدأ يتنفس بسرعة بس لسه مكمل. الموضوع بقى تحدي بالنسبة له. مشي أعمق لحد ما النفق وسع شوية، وساعتها شاف حاجة عمره ما كان يتخيلها: ظلال على الحيطة بتتحرك، مش ظله هو ولا ظل الكشاف، ظلال ناس كتير واقفين وبيتحركوا ببطء. لكن لما يلف يشوف مفيش حد. رجع يبص على الحيطة، الظلال لسه موجودة. وقفت وبعدين لفت ناحيته. في نفس اللحظة ياسر رجع خطوة لورا، قلبه بيدق بسرعة بس لسه كمل لحد ما وصل لنهاية النفق. كان في باب تاني، باب أقدم ومفتوح نص فتحة، ومن جوه نور أحمر خفيف، لكن النور مش ثابت، بيمض كأنه جاي من حاجة مش طبيعية. الصوت بقى عالي جدا، صراخ، استغاثة، ناس بتخبط وناس بتبكي. ياسر قرب، كل خطوة الصوت يعلى لحد ما وصل عند الباب وبص جوه. وساعتها الكاميرا سجلت آخر حاجة: ناس كتير واقفين ساكتين، وشهم مش باين، كله ضلمة، لكن كلهم كانوا واقفين في صفوف كأنهم مستنيين. أول ما ياسر ظهر كلهم رفعوا راسهم وبصوا عليه مرة واحدة، وساعتها واحد منهم طلع خطوة لقدام وصوته كان مش صوت بني آدم، قال: بدلنا. في اللحظة دي الكاميرا وقعت، الصورة اتقطعت والتسجيل انتهى. ومن يومها ياسر اختفى، محدش شافه تاني. لكن القصة ما خلصتش. بعدها بكام يوم أهالي المنطقة بدأوا يلاحظوا حاجة أغرب. الصراخ بقى أعلى وأوضح، وفي صوت جديد، صوت شاب بيصرخ: طلعوني. ناس كتير قالت إن الصوت شبه صوت ياسر. ومن ساعتها الباب اتقفل تاني، بس المرة دي مش بس اتقفل، اتلحم، والمكان كله اتراقب ومحدش بقى يعرف يقرب. لكن رغم كده الأصوات ما وقفتش. ولو نزلت محطة شبرا بعد نص الليل ووقفت ساكت وركزت كويس، ممكن تسمع همس خفيف، حد بينادي عليك باسمك، كأنه عارفك، كأنه مستنيك. دلوقتي قولي، لو كنت مكان ياسر كنت هتكمل للنهاية ولا كنت هتهرب من أول صوت؟